السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش في أول الفيديو سؤال واحد بس. هو احنا هنلاعب الأهلي ده السنة الجاية؟ احنا هنلاعب الفريق ده السنة الجاية؟ ما ينفعش. ما ينفعش. حسين الشحات تقريبا جلط 50 مليون مصري النهارده، ما يكونش أكتر. حسين الشحات في الدقيقة 97 في ناس كتير هتروح المستشفى بسببه، وتشكر يا تريزيجيه. ايه يا معلم؟ الأهلي فريق مرعب، لا أقسم بالله فريق مرعب. احنا هنلاعب الفريق ده ازاي بعد كده؟ الاهلي في الشوط الاول يطلع بالميت 4-1 5-1. لو عايز تكتر كتر، عشان الكوره بتاعت ميسي اللي جت في العارضه. بس الشوط التاني اتقلب، الشوط التاني اتقلب. الاهلي يعني الشناوي المفروض كل الناس تنزل تبص على راسه. اللي على الشناوي عم نرجع مصر من الطياره في المطار كله يقف يبص على راسه. لا لا، ماتش هربان من كاس العالم للمنتخبات 2022 بتاع قطر. ايه يا معلم ده؟ وايه السرعه دي؟ الاهلي كان بيلعب بني عبيد في الماتش في الشوط الاول. كان بيلعب بني عبيد حرفيا، ولا بلاش بني عبيد دي، كان بيلعب كفر الدوار. في الشوط الثاني لا 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 لا، ميسي عارف انت دخل خد دش كده وفاق. انا نازل لكم، انا هعلمكم الادب. ماتش هربان من نهائي دوري ابطال اوروبا. احنا هنلاعب الاهلي ده ازاي؟ الاهلي فريق حرفيا مرعب. يا جماعه بن شرقي قاعد دكه ما نزلش. يعني في لعيبه في الاهلي على الدكه بره. ايه ده؟ وليه المدرب طلع زيزو تاني في الشوط التاني؟ يعني هو مثلا تعب، ما هو كان عنده مجهود يلعب عادي. حسين الشحات، انا موافق العب الاهلي ده بحسين الشحات، يعني انا زي الفل، انا مرضي. لكن تقول لي مثلا العب الاهلي ده بالفريق ده، يا عم ده فريق جبار، ده ربنا يستر علينا والله. يا رب بس يطلع ده ماتش ترند، يعني هو ماتش ترند كده والاهلي بيحب يلعب ماتشات ترند دي. بس ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ مش محتاجه كل ده، مش محتاجه والله. وياسر ابراهيم فيها يا ياسر؟ لا فيها بجد يا ياسر، مالك يا بابا؟ كنت معانا مالطا يا ياسر، في ايه يا معلم؟ ده احمد نبيل كوكا النهارده كان نجم. ويا شناوي، يا شناوي، يا شناوي، ده الكوره بتيجي في راسك وتطلع بره يا شناوي، مش كده يا شناوي؟ هنلاقيها منك ولا من الهجوم ده يا شناوي؟ لا لا يا جماعه والله، بامانه بامانه بامانه. لا لا، شابوه لعيبه النادي الاهلي والله. شابوه لعيبه النادي الاهلي وشابوه لمدرب النادي الاهلي. بس في طبعا تحفظ، خروج زيزو ده كان يعني تقريبا 90 مليون مصري شتمته. يا امك خدت شتيمه النهارده. فلا لا لا لا، فريق والله جبار، والف مبروك بجد للفريق ده تجميعته. مش الماتش بقى ولا النقطه ولا البطوله، لا لا. بس الفريق ده لو استمر بالنظام ده، لا لا هيعمل كتير، هيعدي حاجات احنا ما تخيلناش قبل كده. في الدقيقه 97 يا حسين يا شحات، ده انت اتشتمت شتيمه. يا حسين الشحات النهارده تقريبا ممكن يخش الجنه ان شاء الله، يعني بسبب الشتيمه اللي اتشتمها. اتجلطوا، مشجعين اتجلطوا على القهوه. خرب بيت ام اللعب. في ايه يا عم؟ لا في ايه بجد؟ ما شاء الله، ما شاء الله اهو خشب اهو، عشان ما حدش يتكلم يقول لي بتحسد اهو خشب. لا 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 يا جماعه، الف سلامه لامام عاشور مبدئيا. بس والله 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 50% من قوه النادي الاهلي في امام عاشور. 50% من قوه الاهلي في امام عاشور. انت يا ابني يا ربنا يبارك لك يا ابني والله. امام عاشور النهارده لو موجود الماتش كله، لا لا كانت فرقت بطريقه كبيره. لو كان لعب اصلا من اول الماتش بامام عاشور وزيزو وراهم مروان عطيه او حمدي فتحي، لا لا كان الماتش اختلف. كان الماتش اختلف يا معلم. انت لو اتفرجت الماتشات على الفريق ده يا باشا، انت مفيش فريق قدامك، انزل وهاجم العب. انت كده كده هاجمت، بس هاجم اكتر. وحته ان انت تضيع فرص كتير دي، لا يعني لا لا، الله يعين، الله يعين كل جمهور الاهلي النهارده الصراحه. الناس دي حرفيا تعبت، الجمهور تعب، الجمهور النهارده تعب والله العظيم، الله يعينهم. انا مش عارف اقول ايه. انا والله خايف، اقسم بالله ربنا يستر على الايام اللي جايه، ربنا يستر. هنلعبهم ازاي دول؟ ده بياكلوا بني ادمين في الملعب. يا مروان عطيه، في ايه مروان عطيه؟ مالك؟ ده ميسي انت عبيط يا عم انت ولا ايه؟ ده ميسي. في ايه مروان عطيه؟ ما تسيب الوقت يجري يا عم، قطع عنه 100 ونور ليه؟ في ايه مروان عطيه؟ مش كده. وحمدي فتحي ما بانش النهارده خالص. بس لا والله الله اكبر على فريق النادي الاهلي ده بامان. انا مش حارق دمي غير مروان عطيه وياسر ابراهيم والشناوي، اللي الكوره في الاخر بتيجي في راسه وتطلع. هو طبعا عمل ماتش كبير، بس الكوره بتيجي في راسه وتطلع دي جننتني. الدقيقه 95 يا معلم، ما تميل راسك شويه، ده طويل. ايه الطول ده كله؟ مبروك الاهلي في تجميعة لعيبته، يعني مبروك النادي الاهلي في اللي جاي. الاهلي في اللي جاي هيبقى فريق جبار بامانه، لا هيبقى فريق مرعب. لو فضل بالنظام ده هيبقى فريق مرعب. بس وبالشوط الاول الاهلي يطلع كسبان سكور.
الشوط الثاني الاهلي يخسر عادي جدا. فهو لو حسبناها يطلع ماتش والله لا متعادل، يعني هو حق ربنا يطلع تعادل. فمبروك النقطه يعني. سلام.